وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول كما ذكرنا مرارا تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. ومواصلة لما سبق بالحلقة التي سبقت وكانت عن حركة الجهاد الإسلامي، نواصل الجزء الثاني من هذا الموضوع. وكما ذكرنا، هذا الرجل هو الذي هو الإمام أحمد الجحوري من مواليد هرر. قام بهذه الحركة دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وقد سطر الإمام صفحات مجد وفخار في تاريخ الجهاد الإسلامي، فقد كانت فتوحات الإمام سريعة ومذهلة، فقد اجتاح مملكة الحبشة وسيطر على أكثر من ثلثيها في 6 سنوات، فقط من عام 935 إلى 941 هجرية، الموافق لعام 1528 إلى 1534 ميلاد. وظل يطارد الملك الحبشي لبنى دنجل معظم تلك الفترة، حتى ألجأه في النهاية إلى الجبال في أقصى الشمال الغربي للحبشة، بما يسمى مملكة الحبشة، وهي الآن جغرافيا توجد في إثيوبيا في هضبة تيغراي. ومات الملك وهو مطارد ومعوز وفي أشد حالات البؤس، وكان لفتوحات الإمام أحمد أثرها الكبير في نشر العقيدة الإسلامية وتحرير معظم سكان الحبشة من نير الكنيسة. ولعل هذا يفسر دخول الأحباش بالأعداد الهائلة في دين الله خلال سير الفتوحات الإسلامية على عهد الإمام أحمد. هو كما ذكرنا، بعد أن قام النصارى الأحباش بإبادة أو إزالة هذه السلطنات الإسلامية 7 أو 10 التي كانت تطرز في ساحل البحر الأحمر بما يسمى الآن قرن الأفريقي، قام وبذل كل الجهد من جهاد واستشهاد، وأرجع بعد هذه الممالك إلى حوزته. أولا موقعة بادجة، وهذه الموقعة هذه الغزوة كانت في عام 935، وتعد أول امتحان لقدرة القبائل الصومالية المسلمة على الصمود في ميدان الجهاد. وقد خرج الإمام مع الجيش والقبائل تسير الواحدة تلو الأخرى، وكل قبيلة ترفع العلم الخاص بها، فهو جمع هذه القبائل التي تشتتت واختلفت، فرتبهم الإمام، ورتب الإمام الجيش وقسمه ووزع الرايات على قادته، فأعطى راية بيضاء للوزير عدلي، وراية حمراء لسهره متان بن عثمان، وراية تجمع اللونين الأصفر والأحمر للوزير نور الدين بن إبراهيم. أما راية الإمام أحمد فكانت بيضاء. هكذا قسم الجيش إلى هذه الأقسام. ورايته كانت حمراء
بيضاء وأطرافه حمراء مكتوب عليها آيات الفتح والنصر من سور القرآن الكريم، كما كتب على الراية بيتان من الشعر، كما كتب على الراية بيتان من الشعر هما يقول فيه الشاعر: الحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل، واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. كان كتب هذين البيتين في رايته البيضاء، ويقول أن الإنسان لا يموت بالقتال إنما يموت بأجله. وخاطب الإمام المجاهدين قائلا، يعني كما قلنا كان رجل عالم بالشريعة وعالم بالدين، وخاطب الإمام أحمد المجاهدين قائلا: الجهاد في سبيل الله ما هو بتعب على المسلمين، ونحن ما مرادنا إلا الجهاد، ومن قتل منا سار إلى الجنة، ومن عاش منا عاش سعيدا، ونحن نعرف أن ملك النصرانية لبن دنجل في قوة وكثرة، ولكن نحن ما نقابلهم لا بكثرة ولا بقوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. هكذا المسلم يرفع هذه راية الإسلام وليس الرايات الأخرى. وثانيا موقعة شمبركوري، هذه اسم المناطق سابقا في هذه المناطق، إثيوبيا والصومال وجيبوتي أو ما يسمى بالقرن الإفريقي، كانت هذه أسماء قديمة وقعت فيها هذه المعارك. وقعت هذه المعركة بعد موقعة بادجة في مستهل شهر رجب من عام 35-900 هجرية. وفي الحين وصل الملك الحبشي بجيشه وكبار قادته إلى بادجة للحاق بجيش المسلمين، ثم سار لملاحقة جيش الإمام أحمد الذي سار بالمسلمين عائدا إلى بلاده هرر لتعبئة قواته من جديد. فلما وصل المسلمون إلى أماجة وأثناء عبورهم لمنطقة شمبركوري إلى الشرق في طريقهم إلى هرر، فاجأهم الملك الحبشي بأن طوق الجيش المسلم من ناحية الشرق وأغلق في وجوههم طريق العودة. ويصف الشيخ عرب فقيه الجيش الحبشي، وهو من كتاب المسلمين التاريخ العربي، هو من يمن، فقال: كان الجيش الحبشي في ذلك الوقت بأنه كالجراد المنتشر، ويبلغ تعداده 16,000 فارس مجهزين بالخيول والأسلحة. وأما المشاة ممن يحملون السهام والأقواس والحراب والسهام المسمومة فهم أكثر من 200,000. أما عدد فرسان المسلمين فهم 560 فارسا ومشاتهم 12,000. ثم قام الإمام خطيبا في جند المسلمين وقال لهم: أنا أقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا هذه المعركة الثانية، وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا في القرن العاشر الميلادي، لتبدأ بعدها سلسلة من الانتصارات الإسلامية الرائعة. ويعد بعض الباحثين الأوروبيين أن معركة شمبركوري كانت نقطة تحول رئيسية في سير حركة الجهاد، حيث كسر الإمام أحمد العمود الفقري للمقاومة الحبشية. بهذا العدد الكبير الذي جاء به ملك الحبشة لمقاتلة المسلمين، كسر الإمام أحمد شوكتهم، ولم يستطع الملك لبن دنجل بعد هذا النصر الذي حققه المسلمون تجنيد جيش كالذي حشده في هذه المعركة الثانية. فتح مملكة دراوة، وهذه من المملكات والسلطنات الإسلامية التي استولى عليها النصارى الأحباش. بعد أن استراح الإمام جيشه في مملكة هرر، قرر الخروج مرة أخرى للجهاد في سبيل الله، فخرج بجيشه غازيا فاتحا إلى منطقة دوارو، وذلك في منتصف شهر شوال من عام
1935 هجرية الموافق لعام 1528، ودواره من الممالك الإسلامية التي استولى عليها الأحباش وحولوها إلى مقاطعة تابعة لهم بعد أن كنسوا منها الإسلام وكنسوا منها الحضارة الإسلامية، جعلوها تابعة للحبشة. فتح مملكة بالي، هذه المملكة أيضا هي من المملكات والسلطنات الإسلامية التي كانت قبل الإمام أحمد. بعد غزوة دوارو بقى الإمام في سلطنة هرر عدة أشهر من نفس السنة حتى يتم استتباب الأمور الداخلية وإنهاء التمرد الذي قاده أعداء الإسلام. فتنوا بين المسلمين وهكذا يفعلون، يفرقون الناس بالقومية، يفرقون الناس بالجهوية، يفرقون الناس بالعصبية. المسلمين يعني يفرقونهم بهذه الوسائل حتى يكسروا شوكتهم. فظهر هذا الرجل عمر دين، السلطان عمر دين، وتمرد على الإمام أحمد. وبعد عقد صلح بين الإمام أحمد والسلطان، وبعد أن عاد ترتيب القبائل التي سوف تخرج معه للجهاد، قرر الإمام أن يخرج للجهاد في سبيل الله مرة أخرى، فاستشار غادته وأصحابه في الاتجاه الذي سيسلكه هذه المرة، فأجمعوا على الاتجاه نحو مملكة بالي المسلمة التي ترزح تحت نير السيطرة الحبشية النصرانية. هكذا كما قلنا هذه المملكات والسلطنات الإسلامية التي كانت موجودة في هذه المنطقة. موقعة أنطاكيا، ووقعت معركة أنطاكيا في منطقة دوارو في شهر رجب من سنة 37 و900 هجرية الموافق إلى 1530 ميلادي. بقي الإمام أحمد في سلطنة هرر، هذه منطقته أو مملكته، لمدتين عقب عودته من فتح سلطنة بالي، ثم قرر الخروج مرة أخرى للجهاد في مملكة الحبشة، وأخذ في الإعداد للجيش بتجميع القبائل الصومالية، وأرسل إلى زيلع يطلب شراء الأسلحة. وفي هذه المرة طلب شراء مدافع من اليمن، يعني يريد أن يطور وسائل القتال ضد الأحباش ليستعين بها في الفتوح. بالفعل اشترى له أمير زيلع ما يريده. ومملكة زيلع أو سلطنة زيلع كانت موجودة على ما يسمى الآن بدولة جيبوتي. موقعة زرع، ووقعت هذه الموقعة المعركة في شهر رمضان من عام 37 هجرية الموافق لعام 1530. نزل المسلمون في عنده، وكانت بها كنيسة ضخمة شاهقة. البيان بناها وسن سجد عم الملك لبنى دنجل، وقد استمر بناؤها 11 سنة هذه الكنيسة الضخمة. فدخل المسلمون هذه الكنيسة بعد أن هرب حراسها من قبيلة الدبعة الوثنيين، وغنموا ما فيها من البسط الرومية والأثاث والقماش والحرير وغيره، ثم أحرقوها. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. مواصلة لما انقطع من الحديث قبل الفاصل، وما زلنا في المعارك أو الوقائع التي كانت في عهد الإمام أحمد الحوري.
ومنها موقع الدخن دور. هذه كما قلنا هذه مناطق كانت في ذاك الوقت. وقعت هذه المعركة في شهر شوال 37-900 هجرية الموافق 1530، عندما فر ملك الحبشة لبن دنجل من مطاردة الإمام، عسكر على ضفتي نهر هواش موجود الآن. أرسل الإمام عيونه لتقصي أخبار الجيش الحبشي واستعداداته. هنا فر هذا القائد الحبشي من الإمام أحمد، ولكن طارده مطاردة كبيرة جدا إلى أن ذهب وعسكر على ضفتي نهر هواش. أرسل الإمام عيونه لتقصي أخبار الجيش الحبشي واستعداداته للقتال وأحوال البلاد، فجاءته الأخبار بأن قلب الهضبة تعد مخزون ثروات ملوك الحبشة، الهضبة الإثيوبية أو مملكة الأكسوم. وهذه الثروات هي التي تمد ملك الحبشة بأسباب القوة والقدرة على تسيير الجيوش. فأمر الإمام أحمد جيشه بالإقارة على مناطق، يعني كان رجل ذي حنك قيادية عسكرية، فيعرف كيف يقاتل، وليس كما يطلقون عليه من الدراويش وهكذا لإساءتهم وتنقيص من قدرهم. فالمجاهد ليس بدرويش، إنما هو يخطط وهو قائد وهكذا. فالإمام أحمد لم يكن درويشا، إنما كان عسكري فاهم ماذا يحصل في المعارك وهكذا. لذلك أمر الإمام أحمد جيشه بالإقارة على مناطق الهضبة عند نهر هواش، وجمع كنوز الملك الحبشي من مخازن الذهب والفضة والحرير. هذه غنائم استولى عليها الإمام أحمد ويستعين بها في قتال النصارى، ويستولي على المدافع التي تركها الجيش الحبشي على الضفة الأخرى على النهر، ويستولي على معظم ثروات الملك الحبشي النصراني. فتح أوفات ودرجة، طبعا أوفات كذلك من السلطنات الإسلامية التي احتلاها الأحباش، نصارى الأحباش. ووصل الإمام أحمد إلى منطقة جان ذلق وبقي فيها للراحة، ثم أرسل السرايا في جهات متعددة، وأرسل القائد الجراد نصر لفتح بلدة شجر، وأرسل الوزير عدلي إلى زلقالة وقد استطاع قادته فتح تلك البلدان صلحا وأسلم أهلها. كما قلنا الإسلام لا يأتي للقتال وإزهاق النفوس، إنما يدعو الناس بالتي هي أحسن. فهؤلاء القادة حينما ذهبوا إلى هذه المناطق وعرضوا سماحة الإسلام، دخل الناس في دين الله أفواجا ولم يقاتلوهم كما يزعم المستشرقون أو النصارى بأن الإسلام انتشر بالسيف وبالتخويف، تخويف الناس. وعندما وصل الإمام إلى جانزل هرب أهلها إلى الجبال وتركوا البلد، فترك الإمام قائده، خافوا من أنه سمعته كانت قوية جدا، فأهل هذه المنطقة ذهبوا أو هربوا إلى الجبال وتركوا البلد. فترك الإمام قائده خالد الوارد يخدع أهلها وسار إلى إنطيط، فحاصر خالد الجبال وخير أهلها بين الإسلام والجزية أو الحرب، فاختاروا الإسلام، دخلوا الإسلام. هكذا إن لم يختاروا الإسلام فهنالك قتال أو دفع جزية. واشترطوا أن يكون صلحهم وإسلامهم على يد الإمام أحمد شخصيا، يتشرفون بهذا القائد الكبير. فأرسل خالد إلى الإمام أحمد فحضر إلى جان زلق مرة أخرى، وتوافد عليه أهلها ودخلوا في الإسلام جميعا، وهم وبطارقتهم رجالا ونساء. وكذلك جاء إليه أهل البلدة قوت جميعها فأسلموا وحسن إسلامه وانضموا إلى جيش الجهاد. هكذا انتشر الإسلام. وهذه المناطق التي
كان يقاتل فيها الإمام. هي كانت بلاد إسلامية، ولكن حصل تنسير وحصل قتال للمسلمين، منهم من ارتد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عادت هذه القبائل إلى الإسلام مرة أخرى. موقعة واصل وهي فتح أمحرة، وهي منطقة من مناطق اثيوبيا الآن موجودة. وهذه المعركة هي واحدة من إحدى المعارك التي واجه فيها الإمام ملك الحبشة لبن دنجل، فقد بقي الملك الحبشي في منطقة وجي ينتظر انتهاء موسم الأمطار. ووصلته أخبار مقتل بطريقه وسن سجد وهزيمة جيشه، فقرر ترك وجه والرحيل إلى بيت أمحرة في قلب الهضبة الحبشية، وهي منطقة واسعة تحيط الجبال بها من جميع الجهات، ولها 5 أبواب وتحصينات، كانت محصنة بناها الأحباش على الطريق المؤدية إليها. وبعد 3 أيام سار الإمام إلى بيت أمحرة، وكان الوقت شتاء، فمات بعض المسلمين من شدة البرد. وبعد دخول المسلمين بيت أمحرة سأل الإمام أدلاه عن عدد الكنائس الموجودة في بيت أمحرة وعن أعظمها وأهمها لملوك الحبشة، فأخبروه عن كنيسة مكان الثلاثي، وكنيسة أتروس مريم التي بناها زرع يعقوب، وكنيسة دبر نقداق، وكنيسة بيت سمايات. هذه كلها الكنائس الضخمة التي كانت يعبد فيها من دون الله سبحانه وتعالى. وجميع هذه الكنائس تعد مخازن لثروات ملوك الحبشة ورجال الكنيسة، وفيها من الكنوز الذهب والمجوهرات ما لا يحصى، وسقوفها من الذهب، وأرضها مرصوفة من ألواح الذهب والفضة، وبها مخازن للحرير والديباج ما لم يستطع المسلمون حمله فغنموا ما استطاعوا. أما موقعة عنقوت فهي أيضا من المواقع التي شهدها الإمام وقاتل فيها الأحباش. لما علم الإمام أحمد بمقتل قائده الجراد أحموش حزن حزنا شديدا، وبكى قائده وجمع بقية المنهزمين من جيشه وأراد قتلهم جميعا من شدة قدبهم، ولكن تدخل الفقهاء وطلبوا من الإمام العفو عنهم، يعني الجنود خانوا هذا القائد حتى قتل. ثم عقد الإمام أحمد مجلسا للشورى مع قادة جيشه للتشاور في وجهة الجيش المقبلة، فاستقر الرأي أن يتوجه الإمام مع جيشه إلى فتح منطقة العنقوت. وبعد 4 أيام من السير المتواصل وصل جيش الإمام إليها، ونزلوا عند بحيرة كبيرة تدعى بحر حيق، وفي وسط البحيرة توجد جزيرة عليها كنيسة للأحباش، وهي من الجزر الخضراء الجميلة الغنية بالمزروعات. فعسكر الإمام عند البحيرة وأرسل قائده محمد إلى الكنيسة دبر أزهير، وهي كنيسة ضخمة فخمة قد بناها الملك الحبشي سيف أرعد منذ 720 عاما في أعلى جبل في المنطقة، وقد أمر قائده بعدم شن هجوم على الجبل حتى يصل إليه وأن يكتفي بحصارهم. موقعة شجرة وكسايا وكانت في شهر جمادى الآخر من عام 38 و900 هجرية الموافق لعام 1531 ميلادي. اجتمع الإمام أحمد مع أمير القادة الوزير عدلي في دبر برهان في منطقة منس بعد أن افترقا مدة 7 أشهر، حيث توجه كل واحد منهما للفتح في جهة مختلفة. هكذا كانوا يفتحون هذه البلاد التي استولى عليها النصارى واقتسبوا أراضي المسلمين.
وأثناء بقاء الإمام في دبر برهان جاءته أخبار أن واليه علي أبونا المدعو سيمو قد ارتد وتنصر وجمع الجيوش الحبشية وصعد جبلا في أبونا وتحسن. سبحان الله، هكذا هنالك نفاق، هنالك ارتداد، ردة، وهكذا. ولكن لم يتركه الإمام والقضاء عليها، فسار الجيش عن طريق دبر برهان إلى خلف الجبل، ولم ينتبه النصارى لقدومهم ففاجأوا الأعداء وألحقوا بهم الهزيمة، فهرب سيمو إلى كسم في منطقة شوع، وأرسل القائد شمس يعلم الإمام بما جرى، فتهيأ الإمام للمسير إلى شوع لملاحقة سيمو، وأدركه في الطريق وحاصر جيشه، ووقعت معركة بين الطرفين وانتهت بهزيمة سيمو وفراره تاركا جيشه غنيمة للمسلمين. ففتح أراضي الجنز ووجي وزميت كذلك كان هنالك فتح كبير. أرسل الإمام أحمد قائده عبد الناصر إلى منطقة الجنز لفتحها، وأمره أن يعرض على أهلها الإسلام أو الصلح مع الجزية أو الحرب، ثلاثة: إما الإسلام أو الصلح والجزية أو الحرب. وصل القائد عبد الناصر إلى وجهته وحاصر البلاد. هذا الجيش كان معه فقهاء وعلماء يذهبون معهم ويفتون لهم في الأحوال التي تطرأ لهم. فوصل القائد عبد الناصر إلى وجهته وحاصر البلاد، فصالحه أهلها وأقر عليهم بالجزية، لم يسلموا، لم يدخلوا الإسلام. وفر كثير من سكان الجنز وتحسنوا في الجبال، ولحقهم القائد وحاصرهم حتى طلبوا الصلح ورضوا بدفع الجزية. إلى حلقة جديدة من برنامج في شرف العربية، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي